عزيزي الاهلاوي الجميل، تعالى اقول لك على ملخص مباراه النادي الاهلي الوديه النهارده ضد منتخب شباب مصر. كلنا عارفين ان النادي الاهلي هيلعب مباراتين وديتين النهارده. اول مباراه ضد منتخب شباب مصر. انا جاي دلوقتي اقول لك على ملخص المباراه، واول حاجه هقول لك عليها هي تشكيله المباراه. النادي الاهلي بدا في حراسه المرمى بمين؟ بمصطفى شوبير، وفي الباك اليمين بعمر كمال عبد الواحد، والباك الشمال محمد شكري، وفي قلب الدفاع بدا بمين؟ بياسر ابراهيم ومصطفى العش، وفي نص الملعب بدا بإليو ديانج واحمد نبيل كوكا، وقدامهم محمد مجدي قفشه. في خط الهجوم بدأ بطاهر محمد طاهر وبن شرقي وجراديشار، والمباراه انتهت 1-0 لصالح النادي الاهلي، واللي سجل الهدف هو مين؟ هو جراديشار، واللي عمل له اسيست محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه اللي بقى له كذا مباراه رايق وفايق، فان شاء الله يكسر الدنيا مع النادي الاهلي في الموسم الجديد. والمباراه الوديه الثانيه هتبقى ضد بتروجيت الساعه 9. مباراه بتروجيت برده مش مذاعه زي مباراه منتخب شباب مصر، وان شاء الله اول ما تنتهي المباراه هطلع اقول لك على ملخص مباراه بتروجيت، فاستنونا في ملخص مباراه بتروجيت. وما تنساش تعمل لايك واكسبلور ومتابعه عشان نوصل للناس كلها. بس كده، يلا سلام.